القوات اللبنانية التي فتحت 9 معسكرات تدريبية. 9 معسكرات تدريبية. وين هي؟ ببعض المناطق اللبنانية. من وين هي المعلومات؟ ما حدا حكي فيها. هو أنا عم بحكي فيها. وأرسل عدة عناصر إلى الأردن لتدريبهم على يد ضباط أردنيين وبريطانيين. وطلع بإحدى المقابلات بيحكي فيها عن وجود 15,000 عنصر عسكري مدرب جاهزين، وبيكمل وبيوعد السفيرة الأمريكية إنه هو جاهز للمواجهة مع حزب الله. وأول بروفا كانت الطيون. هو من وين؟ ولمين موجهين؟ وبوجه مين موجهين؟ نفس السؤال اللي بيتوجه لحزب الله. انا حجاوبك سلفا. سلاح حزب الله من اول ما بلش بوجه الاسرائيلي، ولا زال بوجه الاسرائيلي، واعطى ثماره بوجه الاسرائيلي. بس انت سلاحك موجه ضد مين؟ لا قتلت الاسرائيلي ولا قتلت التكفيري. هاو اثنين الخطرين اللي هددوا لبنان. فرجيني باي معركه حضرتك حميت او بلداتك او ناسك وقراك او حتى العناصر اللي تابعه. بركي عم يجرب يعمل توازن رعب، يعني طلع قال عندي 15. توازن رعب مع مين؟ طلع قال عندي 15,000، طلع السيد قال له في 100,000، بركي بده يحسن العدد يعني. بس هو بيعرف ال 15,000 ما بيعادلوا واحد عند حزب الله، يعني ما هذا موضوع ما هلا ما تستخف. لا كمان طبعا بدي استخف، لانه لا لما الانسان بيكون عم بيقاتل عن عقيده في ارضه ولكل بلده، ويؤمن بالشراكة كتفا إلى كتف مع أبناء بلده في مواجهة الأعداء والأخطار التي تهدد البلد، فرق ما واحد حامل سلاح وناطر فرصة عم يتحينا لإبرام أي فتنة أو فوضى في البلد، وجربها، ما حدا يقول ما جربها، جربها بأكثر من مكان وما نجحت.